كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى جاية لكم بالبسكوت الحكاية بتاعنا. بجد بسكوت حلو جدا جدا. مش هتدوقي زيه هنا. عامله لك بسكوت دمياط. احنا كنا بنحب بسكوت دمياط جدا لما كان بيجي لنا لينا ناس قرايبنا في دمياط. يعني بجد كنا بنستنى البسكوت لما يجي لنا. فعلا فضلت ورا البسكوت لما وصلت لنتيجته وما بقيتش بعمل غير بالطريقة دي. حكاية هتاخدي احلى بسكوت. جربي بس وانت مش هتندمي. قبل بقى ما نبتدي في الوصفة نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ونقول اللهم بارك دايما قبل ما نبتدي في أكلنا. معايا 4 بيضات، معايا 4 أكياس فانيليا، معلقة ونص لبن بودرة، معايا كوباية من السكر البودرة، ومعلقتين ونص كمان كبار من السكر البودرة. كوباية من جوز الهند المضغوطة ضربها في المطحنة لحد ما نزلت الزيوت بتاعتها. عايزاها ناعمة جدا. وكوبايتين من الزبدة مضغوطين زي ما انت شايفة كده، و5 أكواب من الدقيق. نفس الكوباية عرفتها. الزبدة نص كيلو زبدة. تمام. أول حاجة جبت الزبدة بتاعتي بدرجة حرارة الغرفة. وبعد كده رحت حاطة عليها السكر البودرة كوباية ومعلقتين ونص كبار من السكر البودرة. وقلبتهم لحد ما ادوني اللون الكريمي. نزلت بأول بيضاية و4 أكياس الفانيليا. وبعد كده أبدأ بقى أخفق بالمضرب الكهربائي لحد ما البيضة الأولانية تختفي. وأنزل بالبيضة التانية وهمشي بنفس الطريقة. ال4 بيضات أحط بيضة بيضة وأضرب لحد ما البيضة تختفي خالص وأنزل. لو نزلتِ بال4 هتلاقي العجينة بتاعتِك الزبدة والسكر بقوا عبارة عن مَيّة. فإحنا عايزين نتجنب الحتة دي، سواء شغالة بمضرب يدوي سواء شغالة بالمضرب الكهربائي. بيضة بيضة تختفي أنزل باللي بعدها لحد ما أخلص ال4 بيضات. أنزل بقى بكوباية الجوز الهند اللي أنا طحنتها. هم عبارة عن كوبايتين جوز هند طحنتهم ورحت حطاهم كبسهم في كوباية كده مضغوطة أهي زي ما انتوا شايفين. ونفس الكوباية عايرت بيها كل مقاديري. وهو الزبدة هي عبارة عن نص كيلو. جبت بقى 5 كوبايات من الدقيق. حطيت عليهم المعلقة ونص الكبار من اللبن البودر. حطيت عليهم أقل من ربع معلقة من البيكنج باودر وذرة الملح. وقلبي كل الكلام ده بقى على خليط الزبدة والسكر والبيض بتاعك. وهتاخدي أحلى بسكوت بجد حكاية. أتمنى الفيديو لو عجبكم لايك وشير علشان تجربي الوصفة وفعلا مش هتندمي. وشيريه لكل أصحابك وحبايبك عشان يشوفوا البسكوت بتاعنا النهاردة ويجربوه. لو لسه بقى ما حطيتيش اللايك يلا حطي اللايك فضلا منك. اول حاجه بقى معايا هنا البلابل بتاعه البسكوت. بتشتريها من اي حد بتاع مستلزم حلويات او اي حد بتاع ادوات منزليه. ما عندكيش بقى القماش او مش لاقياه اشتغلي بالبلبله لوحدها بس كده. سهله جدا وبسيطه. بتحطي فيها شويه العجين في ايديكي وتبداي ان انت تضغطي. هنا جبت القمع بتاعي وما ينفعش في الاقماع البلاستيك هتتقطع منك ومش هتعرفي تعملي. لازم القماش. ابداي حطي بقى في القمع وهاتي السيجان. ما بندهنش السيجان. انا في حلويات رمضان في حلويات العيد كلها عفوا ما بدهنش اي سيجان سواء البسكوت سواء الكحك سواء البيتي فور. ما بدهنش الصاج بنحط عليه الحاجه وهو كده زي ما هو. ابدأي عملنا بالشكل الوسطاني. انا في عندي الحجم الصغير وعندي الحجم الكبير وعندي الحجم الوسط. انا بشتغل بالوسط والصغير. الكبير بيبقى ضخم قوي ومش حلو في التسوية. تعالي هاتي سكينة بقى كده وابدأي ساوي البسكوت بتاعك عشان يبقى حجم واحد. لو حابة مش حابة يلا اشتغلي ببركة ربنا وخلي البسكوت زي ما هو كده. شايفة بقى ده انا بوريكي. لو حد بقى حابب ان هو ايه يعني الدنيا تبقى مظبوطة بالمسطرة زي ما بيقولوا. هاتي وظبطي البسكوت بتاعك كده. لكن انا بقيت البسكوت اشتغلت بيه عادي زي ما بشتغل ما بعملش بالسكينة. لكن انا حابة اوريكي لو انت حابة البسكوت يبقى شكله منظم قوي يعني. بس كده. واشتغلي بالقمع سهل جدا وما فيهوش حاجة. وما شاء الله 5 كوبايات دقيق هيعملوا معاكي كمية بسكوت تقضيكي انت واسرتك حلوة جدا جدا. تعالي بقى هوريكي هنا الفرق البسكوت التاني اللي احنا عملناه. احنا عملنا بسكوت عادي زي ما انت ما شفتي. وهنعمل نفس العجينة بنفس المقادير بس في فرق هنا. بدل الفانيليا العادية هحط فانيليا برتقان. والجوز الهند بدل ما انا حطيته كده عادي لا انا حمصت كوباية. انا حاطة كوبايتين زي ما قلت لكم. في كوباية منها دخلتها الميكروويف لما ادت التحميصة اللي لون السمسم. يطلع تسيبي جوز الهند يهدى خالص خالص. وبعد كده تقومي طحناه بالمطحنة. بيفرق فعلا. نكهة البسكوت دي مختلفة عن دي تماما. حطيت عليه كيس من الفانيليا. بدل ال4 أكياس فانيليا أنا حطيت كيس فانيليا عادي. وكيس من فانيليا البرتقان اللي انت شايفاه ده. هي بتبقى كميته كبيرة فما شاء الله. حطيت كيس واحد مع كيس واحد فانيليا عادي. وبدأت أعمل اللي هو البسكوت التاني. بتلاقي بقى إيه الجوز هند هنا ما بطحنوش بقى ناعم قوي. لا بديله يا دوبك طحنة واحدة كده. وعايزة يبقى فيه اللي هي الجرشة أو القرقشة اللي بتبقى في البسكوت العادي. تمام. طعم البسكوت ده حكاية وده حكاية. أتمنى تجربي الاتنين بجد هيعجبوكي جدا جدا. الوصفة بتاعت البسكوت النهاردة مش هتشوفيها بره ولا هتلاقيها موجودة على أي حتة ولا عند أي حد.
بجد أنا من النوع اللي باحب المطبخ، فباحب لمّا أدوق الحاجة أفضل آكل منها لحد ما أعرف هُم حاطين فيها إيه، وأبدأ إن أنا أوصّل لكم النتيجة الحلوة اللي أنا باوصل لها من الأكل. اللي بيحب يبدع واللي بيحب يخش المطبخ هتلاقيه عنده الموهبة دي، إن هو لمّا ياكل حاجة يبدأ يعرف هو عبارة عن إيه وجواها إيه، وتبدئي تعمليها لحد ما توصلي للنتيجة. نبدأ نتكلم على التسوية بقى، ابدئي شغّلي الفرن بتاعِك أول ما تيجي تشتغلي في البسكوت، البسكوت بندخّله على طول طبعًا ما بيخمرش، أول ما تخلّصي صاج دخّلنا ولّعنا الفرن على درجة حرارة وسط أو هادية، هنحط الشبكة بتاعتنا على الرف اللي فوق الوسطاني، الرف اللي فوق الوسطاني، وأبدأ أحط السيجان بتاعتي لحد ما البسكوت بتاعي ياخد الأرضية الصفرا، وهنا باورّيكِ الفرق بين البسكوتة اللي هي البسكوتة الغامقة اللي هي فيها الجوز الهند المحمص، والبسكوتة الفاتحة اللي هي العادية، دي بسكوت هند بالجوز الهند والبرتقان اللي هو ده، والتاني الفاتح اللي هو بجوز الهند بس والفانيليا العادية. أتمنى الفيديو النهارده عجبكم لايك وشير، واللي مش عندي يشترك ويفعل الجرس عشان كل جديد عندي يوصل لكم. كل سنة وأنتم طيبين، أسيبكم في رعاية الله وأقول لكم سلام.